سلام البنات، واش راكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا لاباس وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم عندي في قناه وصفات منا. اليوم جبت لكم باذن الله حندير معكم خبز. تقدروا تقولوا خبز الدار، ولكن غير في الروبو. ما تكسري راسك، ما تعبي روحك، ما تخلطي ما والو، غير في الروبو ديريه ويجي ما شاء الله البنات. شوفوا اول حاجه واش راح ندير. عندي هنايا نص كاس تاع الحليب، نديرو نص كاس حليب. عندي نص كاس تاع الماء دافي البنات، الحليب دافي والماء دافي. عندي كذلك نص كاس تاع الزيت، نديرو كلش على ضربه البنات. عندي هنايا حبه بيض، كنت فصلت الصفار على البياض. الصفار نحتفظوا به من بعد ندهنوا به الوجه، والبياض راح نضيفوه هنايا. عندي كذلك ملعقه معمره مليح تاع الخميره تاع الخبز، وعندي ملعقه تاع السكر. هكذا ونضربوهم بهذه الطريقه البنات. باش نضيف البنات، نضيفو ملعقه تاع خل، ونضيفو الملح، ونكملو نواصلو الخلط. هكذا خواتاتي. هكذا خواتاتي، بعد ما خلطنا كامل السوائل البنات، واش راح ندير؟ الخبز هذا البنات انا نحب اي خبز نحب ندخل فيه السميد، فهمتوا؟ ما نشتيش نستعمل خبز يعني غير بالفارينه. هنا عندي نص كاس تاع السميد يكون رطب البنات، رطب رطب رطب، فهمتوا؟ نضيفوه هنا نص كاس، ندير سميد ونواصل. فوالا البنات، هكذا نفرغوا هكذا في ريسيبيون، هكذا نفرغوا كامل. دقيقة هكذا، ونغلق البنات على الخليط ونخليه غير 5 دقائق، نخليه فقط يتفاعل، هذيك الخميره تتفاعل، ونرجع لكم البنات. والان البنات كما راكم تشوفوا هنايا، بعد ما فاتت 5 دقائق واش نجي ندير؟ نلقاو شويه الخليط نتاعنا تفاعل. واش نجي ندير؟ هكذا شوفوا البنات كيفاش يولي القوام. عندي هنايا الكاس الاول تاع الفارينه، طبعا راني مغربلتها البنات، مع كيس من خميره الحلويات، راح تزيد تعطينا خفه للخبز نتاعنا. هكذا نخلطوا غير بالفوي البنات. نزيد هنايا الكاس الثاني، ولكن ما نضيفوهش كامل، ممكن نحتاجو غير ربع، ممكن نحتاجو النص. شوفوا هكذا غير بشوي البنات، لانه احنا ماناش رايحين الخليط نديروه عجينه، فهمتوا البنات؟ يعني حنخليوه شويه جاري، شوي يعني عجينه نخليوها طريه هكذا. نضيفو
هكذا. تقدري تدخلي يدك غير خفيف خفيف. ليه لازم نخبطوا هكذا الخليط نتاعنا هكذا باش ندخلوا له الهواء بيجي خفيف هكذا. نضيف شويه فرينه، يعني تقريبا دالي حوالي كاس ونص فقط هكذا، يولي نص. شفتوا البنات هكذا. خبطي مليح برك كيما السفنج. شتي تعودي ديري تخبطي في السفنج هكذا البنات. كما راكم تشوفوا خواتاتي خبطته مليح. الان نخليوه يخمر، يعني نخليو هذا الخليط تاعنا يريح حوالي 20 دقيقه. فهمتوا البنات؟ خليوه يريح في بلاصه دافيه يتضاعف الحجم تاعو شويه، ونرجعوا نشوفوا الخطوه اللي بعدها. شوفوا البنات هنايا بعد ما فاتت كما قلت لكم بين 20 دقيقه الى نص ساعه، المهم حتى تشوفي يتضاعف الحجم تاعو باش تبداي تخدمي بيه. نديروا كميه من الزيت فقط هكذا، نعاودو نخبطو. شوفوا البنات نعاودو نخبطو. ونجيبو هذا المول. انا هنا حنستعمل فيه هذا المول، كنت دهنته بالزيت ورشيته بالفارينه هكذا. نستعمل هذا المول هكذا. هكذا البنات ونسقمو تغطسي ديك غير في الماء هكذا فقط، وتديري وتسقميه. فوالا البنات بهذه الطريقه نزيدو نخليوه يزيد يخمر للمره الثانيه. هنايا مانيش حنخليوه يخمر بزاف، واحد 10 دقائق 15 دقيقه فقط نلقاوه خمر. ومن بعد ندهنوه بصفار البيض اللي كنا خليناه البنات. ندير له قطره تاع خل وندهنوه بصفار البيض. كما قلت لكم البنات نجيبوا صفار البيض نديروا فيه قطره تاع خل وندهنوه من فوق بعد حتى يضاعف الحجم تاعو. فهمتوا خواتاتي؟ نخليوه يخمر ومن بعد نرجع لكم. والان البنات كما راكم تشوفوا بعد ما خمر ليا الخبز نجيب كما قلت لكم صفار البيض نديرو غير بشويه البنات بلا ما نهبطولوش الخمور، غير بشويه هكذا بهذه الطريقه. هكذا نجيبو عفوا البنات ونزينو. تحبي ديري غير السانوج، تحبي ديري الججلانيه. هكذا البنات بهذا الشكل. شوفوا الشكل تاعو كيفاه جا باهي. طبعا كنت شعلت الفور نشعلو ندخلو على 180 درجه. فهمتوا خواتاتي؟ كي نشوفوا الحواشي حمارو نشعلو من فوق
هذه يا خواتاتي، نلتقي بعد ما يطيب الخبز تاعنا ان شاء الله. وهنا خواتاتي كيما راكم تشوفوا الخبز تاعي بعد ما طاب الله يبارك جا حمر ما شاء الله. طيبته من تحت، طيبته على نار متوسطه البنات باش يطيب ليا مليح ويطيب براحته. وكي شفت الحواشي طابوا لي كيما راكم تشوفوا هكذا، كيما الحواشي حماروا لي طبعا. وليت شعلت عليه من فوق ونقصت الاخر البنات من فوق ثاني، خليته طاب كيما نقولوا على راحته. هذه هي ديما الخبز ولا حاجه تاع عجين ديما طيبوها على نار ناقصه باش تدي راحتها وتطيب بعقلها وما تجيكمش معجنه. كيما راكم تشوفوا خواتاتي، شوفوا الله يبارك بسم الله ما شاء الله، جا روعه 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 وبزاف بنين بنه تاع الصح. انا هذا الخبز هذا نحب نشرب به الحليب فقط، يعني كاين اللي يحب ياكلوا هكذا مع الشربه وكذا، ولكن انا نحب غير نشرب معاه الحليب فقط. كما راكم تشوفوا خواتاتي جاب ما شاء الله البنات. شوفوا دوك نقسم معاكم وتشوفوا الخفه كيما هكذا البنات. كي يديموليوه من الاحسن غطيوه كيما راه هكذا بطرشونه، غطيوه بطرشونه وخليوه يبرد تماما باه تقطعوه. فهمتوا خواتاتي؟ هذه هي. شوفوا معايا هنا دوك نقسم معاكم، فقط نعدل لكم الكاميرا. دوك نقسم معاكم شوفوا الله يبارك كيفاش يجي طري. هنا راه مازال سخون البنات، راني نحيته معاكم. شوفوا من تحت طاب لي ما شاء الله، ويعني ما فرشت له بابي كويسون ما والو. يعني البنات شفتوا معايا غير هذاك المول روعه البنات، يعني ما يلصقش، تقدروا ديروا فيه الكيكه عادي. كنت خدمت به كيكه هكذا. شوفوا الله يبارك البنات، ما يجيش معجن، يجي مثقب يعني. وبس ما تصدقيش انه فيه السميد، جا روعه البنات. دوك تشوفوا معايا هايل القهوه الصباح، روعه روعه روعه. شوفوا كيفاه خفه تاع الصح. يعني البنات جربوه وعينيكم مغمضين، من مبتدئه ولا جامي دارتو راح ينجح معاكم البنات. كيما شوفوا البنات شتو ما يجيش كامل معجن، شوفوا كيفاش يجي مثقوب، روعه روعه روعه. راح ينجح معاكم وسهل البنات، يعني غير بالروبو كيما شتو تخلطوه. ما تعجني ما تكسري راسك. اذا البنات هذا هو كان فيديو تاعنا نهار اليوم، وصفتنا نهار اليوم. نتمنى ان شاء الله عجبتكم. الا عجبتكم ما تنساوش ديروا جيم البنات. ونلتقي في فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.